السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري الممتاز، الجولة ال15 أو ال16. مش عارف بصراحة. فرقة لعبت 15 ماتش، فرقة لعبت 16 ماتش، فرقة لعبت 13 ماتش، فرقة لعبت 14 ماتش. هي تقريبا الجولة ال15 أو ال16. المهم، الزمالك بيحتل المركز الرابع برصيد 25 نقطة. كهرباء الإسماعيلية بيحتل المركز العشرين قبل الأخير برصيد 11 نقطة. الزمالك النهاردة إن شاء الله عنده فرصة كبيرة جدا إنه في حالة إن هو لو فاز هيتخطى النادي الأهلي بعد تعادل الأهلي بالأمس مع البنك الأهلي 1-1، ويقدر يحتل المركز الثالث بعد بيراميدز ويتخطى النادي الأهلي. فالنهاردة الزمالك عنده فرصة كبيرة جدا جدا لازم يستغلها، ويستغل الدفعة المعنوية كبيرة جدا 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 بعد الفوز على بتروجيت وبعد الفوز على المصري آخر ماتش في الكونفدرالية. فنتمنى من كابتن معتمد جمال، من اللعيبة، من الجماهير تبقى موجودة. معتمد جمال يكمل بنفس الشكل، اللعيبة تكمل بنفس القتال، ما تستهونش بالماتش. مش معنى ان انت هتلعب كهربة الاسماعيلية اللي في المركز العشرين انك تستهون بالماتش او تستهتر بالخصم، لان اصلا احنا كزمالك انت ممكن تكسب بيراميدز عادي جدا دلوقتي لكن عادي جدا برضو انك تخسر من الاسماعيلي او كهربة الاسماعيلية والاتحاد. طول عمر الزمالك معودنا على كده. دي بالنسبة لترتيب الدوري وموقف الفرقتين. بالنسبة لو بصينا على تشكيل الزمالك الأخير وتشكيل الزمالك المتوقع لماتش النهاردة، ماتش كهرباء الإسماعيلية. بالمناسبة ماتش النهاردة إن شاء الله الساعة 8 توقيت القاهرة على ملعب استاد هيئة قناة السويس. ده ملعب الماتش النهاردة إن شاء الله على ملعب استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. ملعب جميل جدا، من أحلى الملاعب اللي موجودة حاليا في مصر، وأرضيته بتبقى جميلة جدا جدا. ملعب يفتح النفس ويخلي أي لعيب يلعب. فده حاجة من الحاجات اللي بصراحة يعني عجباني قوي وبسطاني قوي، يعني فرحاني إن احنا نلعب النهاردة على ملعب أرضيته كويسة عشان نقدر نلعب ونقدم أحسن وأفضل أداء. والماتش زي ما أنا قلت الساعة 8 إن شاء الله بتوقيت القاهرة. بالنسبة لغيابات، لأن في بعض الغيابات النهاردة بسبب الإصابة. بيغيب سيف الجزيري، بيستمر غياب سيف الجزيري ومعاه كمان محمد السيد وإيشو بسبب نزلة برد، ومعاهم كمان استمرار غياب محمد عواد وأحمد ربيع ومحمود جهاد للإصابة. وللأسف النهاردة حسام عبد المجيد مش موجود. حسام عبد المجيد مش موجود بسبب تراكم الإنذارات والإيقاف. فبالتالي معتمد جمال عنده حلين: إما إنه يرجع محمد إسماعيل مكانه جنب الونش ورا، ويحاول يعتمد على عبد الله السعيد عندنا بصراحة عندنا مشكلة كبيرة جدا في نص الملعب بعد بيع دونجا النجم السعودي وعدم جاهزية محمود جهاد وأحمد ربيع وإصابة محمد شحاتة. فأنت يعني ما عندكش أي حد في نص الملعب. حتى محمد السيد مش موجود بسبب نزلة البرد، فما فيش أي حد. فما أعتقدش إنه هيرجع محمد إسماعيل ورا. أعتقد إن هو هيخلي محمد إسماعيل زي ما هو في نص الملعب، وجنبه هيبقى عبد الله السعيد. واللي هيرجع يلعب ورا جنب الونش أعتقد هيبقى هو السيد أسامة، اللي قدم ماتشات كويسة جدا. لما خد الفرصة ولعب قدم ماتشات كويسة. فأعتقد إن هو اللي هيبقى موجود النهاردة السيد أسامة جنب الونش. ومحمد صبحي يستمر في حراسة المرمى. يبقى محمد صبحي في حراسة المرمى، ده التشكيل المتوقع. السيد أسامة والونش. باك يمين محمد إبراهيم، لسه عمر جابر مش جاهز. باك شمال
احمد خضري. واعتقد الماتش دوت هيبقى وهيشهد عودة احمد فتوح. ممكن نشوف احمد فتوح النهارده على دكة البدلاء. يبقى محمد صبحي، احمد خضري باك شمال، محمد ابراهيم باك يمين، السيد اسامة والونش 2 مساكين. في نص الملعب محمد اسماعيل 6، وجنبه عبد الله السعيد 8، وقدامهم ادم كايد زي ما هو في مركز 10. والوينج اليمين هل بتزيرا ولا عدي الدباغ؟ اعتقد يعني رأيي كتوقع وكتمني، يعني هو اتوقع واتمنى يكون بتزيرا، لان احنا محتاجين نديله وقت زيادة، محتاجينه يجيب شوية من مستواه، يتطور شوية، لانه اخر ماتشين 3 ما كانش كويس. والوينج الشمال اتمنى يكون احمد شريف، ومهاجم يكون وحيد هو عمرو اسف هو ناصر منسي. ولو لعب بتزيرا يمين يبقى عدي الدباغ هو الاساسي، وناصر منسي هو اللي على دكة البدلاء. كل التوفيق للزمالك النهاردة، مباراة قوية جدا. المباراة النهاردة لازم الزمالك يستغلها جدا 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 ويفوز، علشان يكون استغل تعثر الأهلي امبارح. ماتش زي ده بعد الفوز على بتروجيت والفوز على المصري هيديك ثقة أكتر وأكتر وأكتر، لحين على الأقل اللعيبة اللي مصابة تبدأ ترجع. فأتمنى إن شاء الله اللعيبة النهاردة تاخد الموضوع جد، معتمد جمال يبقى مركز، ونقدر نفوز إن شاء الله بإذن الله. النهاردة الزمالك يفوز. كل التوفيق إن شاء الله للزمالك واللعيبة النهاردة.